عارفة الشعور ده؟ لما تقرري بالليل وانتي كلك حماس إن بكرة بداية حياة جديدة، وتصحي الصبح تفطري شوفان وانتي أصلاً نفسك في طعمية سخنة؟ ليه دايماً الدايت عندنا بينتهي بخناقة مع التلاجة الساعة 2 الصبح؟ لو انتي كمان ضحية يوم السبت اللي مش بيجي، ركزي معايا عشان الفيديو ده هيغير علاقتك بالميزان للأبد. يا جماعة احنا محتاجين نقعد مع بعض وقفة صراحة. هو احنا ليه بنضحك على نفسنا؟ كل أسبوع نفس السيناريو، طقوس الوداع مع البيتزا يوم الجمعة والوعود اللي بنقطعها قدام المراية إننا خلاص هنبقى عارضي أزياء. المشكلة مش فينا والله، المشكلة في سيكولوجية الممنوع. أول ما عقلك يعرف إن العيش والحلويات بقوا خط أحمر، بيبدأ يصورلك إن الرغيف الفينو ده هو أمل الحياة الوحيد. ده غير صحابنا اللي بيظهروا فجأة بعزومات مشويات أول ما نبدأ دايت. دي مؤامرة كونية يا جماعة. وعشان نكسر الدايرة دي لازم نفهم إن الدايت مش عقاب، ده نظام حياة. يعني مش لازم أعيش على مية وخضار سوتيه وأنا أصلاً بحب الأكل الحرش. السر كله في التدريج والبدائل الذكية. يعني لو نفسك في حاجة مسكرة، بلاش تفتحي علبة الشوكولاتة كلها، خدي حتة صغيرة بعد الغداء. والأهم من ده كله، بلاش نربط سعادتنا بالرقم اللي على الميزان. الميزان ده أكتر كائن كداب في الدنيا. ممكن تكوني خاسة دهون بس الميزان ثابت عشان العضلات زادت أو شربة مية كتير. حبي نفسك في كل حالاتك، بس حاولي تكوني أحسن عشان صحتك ونشاطك انتي. في نهاية الفيديو عايزة كل واحدة تقولي في الكومنتات ايه أكتر أكلة بتخليكي تكسري الدايت في أول 5 دقايق. وما تنسوش تعملوا فولو عشان لسه في حكايات تانية كتير عن الأكل والجيم اللي بنروحه مرة في السنة.